السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهارده بقى باقدّم من مطبخ وفاء أو مطبخ سهل ولذيذ مع وفاء، النهارده القرص الجميلة اللي بحشوة الجبنة التحفة دي، حاجة كده بصراحة هتعجبكم جدًا. شايفين حبايبي شكلها هاقول لكم أنا عملت الشكل ده إزاي. كمّلوا بس الفيديو للآخر وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وكومنت حلو وإعجاب. شايفين حبايبي شكلها وضهرها جميل ووشها حاجة كده بصراحة جميلة جميلة وحاجة كده طرية وهشة وبين الباتيه كده وبين القرص وبين الكرواسون حاجات جميلة جدا. شايفين شكلها حبايبي قطنية ومورقة وكلها جبنة وجميلة جدا. شايفين واخدة اللون الجميل من ظهر ومن وش، ودي شكل كده انا عاملاه برضو لوحده شكل حلو برضو معاكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول معاكم المقادير. معانا كده معلقة من السكر كبيرة أو معلقتين سكر، ومعلقة كبيرة خميرة أو كيس خميرة فوري، نص كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من الخل، معايا كوباية وكوباية لبن، والكوباية التانية هاخد نصها احطه على الخميرة، كوبايتين يعتبر. عايزة تعمليها بمية مفيش مشكلة، بس هو اللبن بيعزز الطعم شوية. بدأت كده نزلت بالزيت والخل على الدقيق والخميرة، طبعا سبتها 10 دقايق اتفعلت في نص كوباية لبن. بدأت نزلت بيها وعندي ذرة ملح على الدقيق ونخلة طبعا الدقيق كويس مرتين. أبدأ كده عشان يطلع يدي معايا نتيجة كويسة. بدأت كده قلبت مكوناتي بالشكل ده. هبدأ بقى أزود اللبن شوية بشوية، لأن في دقيق احنا عارفين ومتفقين بيقبل مثلا لبن أو مية بزيادة، وفي دقيق ما بيقبلش كتير. انت لو عندك معلقة زبدة بيضاية بياض بيضاية ممكن تضيفيه بيخلي كمان العجينة أحسن. أنا حطيت هنا بديل البيضة النهاردة الخل، زودت معلقة خل كمان، يعني معلقتين خل، يعني قولي معلقة كبيرة قوي خل. بدأت كده نزلت على العجينة بتاعتي أنا داعجن معاكم بقى بالشكل ده. شايفين حبايبي شكلها حاجة كده هتبقى ملمومة دلوقتي معاكم ناعمة وجميلة جدا وطرية. طبعا أهم حاجة في العجينة إنها تكون تتعجن كويس جدا وتديها حقها في العجن، وتكون في الآخر تديكي نتيجة إن هي تكون طرية كده مش ناشفة في إيدك. شايفين حبايبي حاجة زي الإيه، زي السفنج كده في إيدي. شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين قوامها، تك عليها كده الاقيها طرية قدامكم. شايفين تغرز مش ناشفة. أبدأ بقى أغطيها وأسيبها لما تخمر حوالي ساعة، من ساعة إلا ربع لساعة. بدأت كده أنا ما حطيتهاش والله، والفرن البوتاجاز حاطه عادي جدا وغطيتها بفوطة. بدأت كده حطيتها على المفرش قدامكم كده بالشكل ده. أبدأ ألمها كده زي الدايرة كده وأفردها فردة بسيطة، وأبدأ أقسمها معاكم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفين حبايبي شكلها حاجة كده بصراحة من غير ما اتكلم هي بتتكلم عن نفسها. هبدأ اقسمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا القطاعة بس مش مساعداني، انا كنت عاملة قطاعة بالجيركن بتاع الصابون، كنت عاملاها جميلة جدا، بس بصراحة ضاعت مني وقعت في الباسكت. انا عندي بقى بالشكل ده كده بقسمها. هعمل لكم افكار جميلة من المطبخ ان شاء الله بعد العيد كده ان شاء الله، نعمل شوية حاجات حلوة مع بعض وافكار جميلة هتفيدك في مطبخك. شايفين حبايبي قسمت العجينة كده لدوائر صغيرة حجم البرتقانة كده، ودي طبعا هي القرصة بتاعتي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. هبدأ اسيبها كده على ما اقسم بقية العجينة تكون ارتاحت معايا بتاع 5 دقايق و10 دقايق، وابدأ ايه افردها معاكم وتشوفوها. شايفين حبايبي شكلها. ابدأ كده اقسم كل عجينتي لدوائر صغيرة، لو حاسة ان واحدة كبيرة شوية بشيل منها حتة صغيرة وازود على حتة تانية. شايفين دي برضو ممكن اشيل منها حتة صغننة خالص، دي صغيرة. بدأت كده قسمتهم، المهم ان انا ايه اقسمهم يكونوا ايه متساويين. بدأت كده عملت كل التقسيمات بتاعتي او العجين بتاعي ان انا قسمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين حبايبي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا بعمل معاكم القرص بكذا شكل هيعجبكم، وهتعملوها للسحور حاجة كويسة تسحروا بيها. انا عندي جبنة قريش طلعتها وحطيت عليها حبة موتزاريلا صغيرين وقلبتهم في بعض، وهعمل الحشوة بتاعتي.
عايزة تحطي عليها نقطة زيت ما يمنعش، عايزة تحطيها كده ماشي. عندك أي حشوة شوكولاتة، عندك مثلا جبنة رومي شيدر، أي حاجة عندك هتكفي معاكي في الحشوة. بدأت كده فردت أول واحدة أنا عملتها خالص، أبدأ أفردها بالشكل ده معاكم. هجيب طبعا السكينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. المهم ان انا افردها تبقى سمكها ولا رقيق ولا تخين، تبقى سمكها حلو جدا. شايفين حبايبي شكلها؟ ابدأ بالسكينة كده اعملها كده بالخطوط بالطول من نصها كده، بس افتح الخط بتاعي لحد الاخر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة ما تفتحيش الخط ده للاخر، ممكن تعمليه نص بالسكينة كده، بس هو بيطلع شكله جميل في الاخر. شايفين حبايبي؟ وابدأ الزق كده اول طرف على الطرف كده، وابدأ ايه عشان الجبنة ما تطلعش منه، وابدأ الف زي ما انتوا شايفين كده دايرة واقفلها. عايزة ما تقفلهاش برضو ممكن ما تقفليهاش. شايفين حبايبي شكلها؟ بس انا بقفلها عشان لما اجي اشيلها من الصينية تتشال معايا بسهولة. شايفين حبايبي شكلها ما شاء الله. هبدأ كده عملت في الكرة التانية، اوريكم برضو كورتين كمان. ادي اول تاني كورة، اوريكم التالتة برضو عملتها زي ده شكل انا عملته. وبعمل ايه كل الاشكال تكون متساوية، بس انا حبيت اوريكم الشكل ده برضو. شايفين حبايبي؟ ابدأ اقطع بقى بالسكينة زي ما احنا بنعمل كده بخطوط متساوية خالص. شايفين ما شاء الله. وابدأ احط الجبنة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الجبنة القريش دي انا كنت عاملاها معاكم في القناة حاجة كده بصراحة، ومع ذلك عاملاها من زمان بس عينتها في الفريزر، اما لقيت محدش بياكلها فترة كده فعينتها في الفريزر. طلعتها وعملت بيها القرص الجميلة دي. شايفين حاجة كده تحفة ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين حبايبي؟ بدأت كده رصيت كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. عملت معايا 10 قرصات، النص كيلو دقيق، وقرصات مش صغيرة، بسم الله ما شاء الله كبيرة. 10 قرصات تكفي كذا مرة تاكلي منها، تعملي لولادك مع كوباية شاي، مع شاي على لبن، مع لبن بس. هتبقى جميلة في فطار في سحور، في الأيام العادية طبعا ممكن تعملها للفطار جميلة جدا. ولا نشتري بقى مخبوزات معمولة بمواد كده حافظة ومواد مش حلوة توجع البطن. دي حاجة كده سهلة ومتعملش حموضة ولا وجع بطن ولا الكلام. أي حاجة من بيتك، لو شوية دقيق في البيت بركة وخير من عند ربنا. ربنا يملى يا رب بيوتكم بالخير والعمار إن شاء الله. شايفين؟ هاخد واحدة عكس واحدة كده بالشكل ده. بدأت كده واحدة عكس واحدة كده بالشكل ده، هلفها معاكم بقى دايرة. هتشوفوها كده قفلتها خالص بقت عاملة زي الوردة بالشكل ده. جميلة جميلة جميلة. ممكن تعملي أشكال مختلفة كتير بأي أفكار. شايفين حبايبي؟ التالتة عملتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. بدأت عملت الكمية المحترمة دي معاكم والشكل الجميل التحفة ده. وابدأ بقى بالبيض، كانت خمرت بقى شوية سبتها ارتاحت برضو شوية خمرت. هبدأ ان انا دلوقتي ادهنها بشوية بيض على لبن كده، ودهنت الوش بتاعها. ولو عندك سمسم حبة البركة اي حاجة هتحطي عليه. بدأت كده عملت مش كله بالسمسم، شوية صغيرين عندي عملتهم بالسمسم تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه المحترم الجميل ده. شايفين حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. قشرت كده سمسم عليها. دخلتها الفرن على 190 درجة، خدت بالظبط تلت ساعة او ربع ساعة، وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى عندي بخاخة او فرشة بالمية بالزيت كده وبدهنها، بتطلع الشكل اللامع الجميل معاكم ده. شايفين الجبنة من جوه ما شاء الله مورقة وقطنية وحاجة كده هشة وجميلة ما شاء الله. وكده خلاص شكلها ما شاء الله، والجبنة باينة فيها وجميلة ازاي. اي حشوة عندك هتنفع، اي حشوة شوكولاتة جبنة شيدر رومي، اي حاجة عندك ما شاء الله هتبقى جميلة. مربات اي حاجة هتبقى عسل معاكي.